الممثلة التركية سيدة فتاح أوغلو تنهي حياتها برصاصة. وقبل المشاهدة لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. لم يكد يمر أسبوع على انتحار الممثلة التركية ميرفي كيال بإطلاقها رصاصة على نفسها من مسدس والدها بسبب الكآبة والضغوط النفسية، حتى فوجئ الوسط الفني التركي بخبر آخر مأساوي، بحيث عثر على جثة الممثلة سيدة فتاح أوغلو البالغة من العمر 44 عاما في حديقة بإسطنبول في ظروف غامضة. وقد وجدت الشرطة التركية جثة أوغلو ملقاة على ظهرها ومصابة بجرح ناتج عن إطلاق نار في الجانب الأيمن من وجهها، كما عثرت على مسدس مرخص باسم الممثلة بجوار جثتها، وكان يحتوي على 7 رصاصات بالإضافة إلى قذيفة فارغة، وأيضا على أدوية مضادة للاكتئاب في حقيبتها الشخصية. وللذكر فإن الجثة وجدها طالب جامعي كان يمارس رياضة المشي في الحديقة عندما سمع صوت إطلاق نار، فتوجه إلى مصدر الصوت ووجد الممثلة مصابة برصاصة في رأسها، وحين ذاك أبلغ الشرطة فورا. ولسوء الحظ أن لا كاميرات مراقبة في الحديقة، علما أن السيدة شاركت في عدد من الأعمال الدرامية من بينها طائر النميمة في الداخل والبدر، وكانت قد نشرت آخر صورة لها على موقع انستغرام وأرفقتها بتعليق قالت فيه أحب العيش. نعى مسرح المدينة في إسطنبول الممثلة سيدة وأعرب عن حزنه العميق بسبب هذا الحادث المأساوي، وأشار أنهم فقدوا واحدة من أبرز الممثلات في المسرح والتلفزيون التركي، وكان آخر عمل شاركت فيه هو دور سلطانة في المسلسل التلفزيوني ليس للأطفال سمح. اشتهرت الممثلة في الوطن العربي بمسلسل وادي الذئاب. وقد ولدت سيدة فتاح أوغلو في عام 1979 في طرابزون بتركيا، وتخرجت من الجامعة في إسطنبول، وشاركت في العديد من المسلسلات التلفزيونية والأعمال المسرحية، كما كانت تعتبر واحدة من الوجوه المشهورة في عالم الفن. Kent Üniversitesi Tiyatro Bölümünden 2022 yılında mezun oldu. Boyunca İstanbul şehir tiyatrolarında birçok oyunda rol aldı. Çocuklar Duymasın ve Sihirli Annem gibi popüler dizilerde